جميل. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. تعالوا كده إن شاء الله دلوقتي مع بعض يا باشمهندسين نبدأ معانا حاجة جديدة وهي السي اس اس، ونحاول نفهم أصلا إيه هي السي اس اس وإزاي كنا بنستعملها في دول الفيديوهين اللي فاتوا وإحنا مش واخدين بالنا. جميل جميل. بسم الله. طيب، أول حاجة السي اس اس والله بيقول لك هي عبارة عن لغة. بستعمل اللغة دي ليه؟ بستعمل اللغة دي عشان تعمل فورمات لللاي اوت بتاعي او الويب بيج بتاعتي. يعني دي اللي بتحدد لي شكل الويب بيج بتاعتي ازاي. حلو. اقدر بقى منها اتحكم مثلا في الكالر، في الفونت، في السايز، في السبيسنج بتوين اليمنت، الاليمنت تتحط فين، كل الكلام الجميل ده اقدر اتحكم بيه في السي اس اس. حلو حلو. طيب، السي اس اس بقى عشان اكتبها تكتب ازاي؟ بيقول لك والله ان السي اس اس عشان تتكتب او عشان استخدمها في الكود عندي بستعمل ثلاث طرق. حلو حلو. اول طريقه اسمها الانلاين، الطريقه اللي كنا بنستعملها في الفيديوهين اللي فاتوا. وتاني طريقه اسمها الانترنال، وتالت طريقه اسمها الايه، اسمها الاكسترنال. هنيجي دلوقتي حالا ونشوف ونبدا مع بعض نفهم يعني ايه الثلاث طرق دول. اول حاجه كده تعالى طبعا نتخيل ان احنا قلنا عندنا هنا اتش 1. جميل. في اي حاجه مثلا في تكست. واتش 1 تاني في نفس كلمه تكست عادي خالص. حلو حلو. انا والله لو جيت هنا قلت له ستايل سايز مثلا 230 بس، كده عملت سيف. ايه اللي هيظهر هنا لما اجي اعمل ريلود؟ هنلاقي والله ان هنا ده ظهر، بس تعالى مثلا نكبره شويه نخليه مثلا 60. نلاقي ان ده فعلا السايز بتاعه 60 بكسل، لكن ده مش متأثر. طب ليه ده مش متأثر؟ لان ده اول نوع عندي اسمه اللاين ستايل. بكتب الاتريبيوت اللي اسمه ستايل واكتب هنا الحاجات اللي انا عايزها توصف لي براحتي. هاجي اعمل مثلا هنا الكلر يكون والله مثلا اكوا. جميل. واجي اعمل سيف، تلاقي ان فعلا اللي فوق بس اللي اتغير، اللي تحت ما اتأثرش، اللي تحت ملوش اي علاقه. ليه؟ لان ده اللاين، ده بيأثر في اللي في السطر بتاعه بس، في التاج بتاعه بس، التاج اللي موجود في الاتريبيوت ده بس، ملوش علاقه باي حاجه تانية. حلو حلو. ده احنا كنا بنستعمله، بس مثلا كانت بتقابلنا مشكله. ايه هي المشكله اللي كانت بتقابلنا؟ احنا مثلا لما كنا بنعمل تيبل. جميل جميل. ونيجي مثلا نعمل تي ار، هو رو عادي خالص، ودي دي اليمنت. جميل. نيجي مثلا هنا ندي احمد، محمد. جميل. علي مثلا. تمام. اعمل اقارن في الحرف 3 مرات. باجي اعمل سيف هنا. كان ايه اللي بيحصل؟ انا مثلا لو عايز اظهر البوردر، فكنت باجي هنا في كل لاين، في كل تاج، اجي اقعد اعمل في كل تاج لوحده ان لاين للستايل بوردر باون بيكسل سوليد بلاك. باجي اعمل هنا كده ستايل. جميل. اقول له والله الستايل دوت هيكون، عايز اخلي البوردر بتاعتي، البوردر عايزها ازاي؟ عايزها والله 1 بيكسل او 2 بيكسل او ايا يكن، سوليد بلاك، ونبي اي لون مش هتفرق يعني. كان فعلا بيظهر لي ايه؟ بيظهر لي هنا دوت حوالين البوردر. طب انا عايز البوردر ده يظهر حوالين كل العناصر، فكنت بعدي على عنصر عنصر احط السطر دوت. فهل ده منطقي؟ طبعا لا. طب انا عايز اعمل ايه بقى؟ انا عايز اقول له والله طول ما انت بتستعمل التي دي فحط لي العنصر ده على طول. طب اعملها ازاي؟ فلقينا ان في تاني طريقه عندي، وهي طريقه الانترنال سي اس اس. ده بستعمله ازاي؟ والله باجي هنا جوه الهيد. حلو. واجي والله اقول له ستايل. جميل جميل. الستايل ده باجي هنا اقول له مثلا ايه، اتش دي، اسف دي. جميل جميل. عايز ايه من دي؟ اقول له والله ان انا التي دي لما تجيلك في اي مكان خلي لي البوردر بتاعتها تكون 1 بيكسل. جميل. سوليد نيفي مثلا، اي لون مش هتفرق. فهنا انا ايه لاحظت بقى؟ ايه اللي حصل؟ ان انا والله لما اجي هنا عملت سيف وعملت هنا ريلود، السطر دوت اتنفذ على كل التي دي اللي موجودين عندي. طيب عايز مثلا كمان يعمل نفس الامر دوت على التيبل كله، فاجي هنا اقول له تيبل تي دي، يعني الاتنين مع بعض. حلو. نفذ لي الامر ده عليهم هما الاتنين. فلقيت ان هو عمل لي حوالين التي دي كلها كده، وعمل لي حوالين التيبل كله برضو ايه، نفس الفكره. جميل جميل. طيب ده لما جينا نتكلم على التيبل. طب انا مثلا عايز في التيبل برضو، عايز اعمل ايه؟ عايز اظبط الحته بتاعت ان هنا ده ظاهر سطر وسطر. انا لا، هو الطبيعي ما بيظهرش كده يعني. تعالى هنا مثلا نعمل زوم.
زي ما انتم شايفين كده في مسافة في النص، أنا عايز أخفي المسافة دي أعمل إيه؟ هاجي أقول له والله مثلا في التي دي عندك حاجة اسمها الكولابس. إيه الكولابس دوت أو بنستعمله إزاي؟ جميل جميل. طب الكولابس ده أنا لما أجي أستعمله إزاي؟ هل أنا كده مثلا أكتب الكولابس في الدي دي والله يعملوا لي يبقى كده؟ لأ، باجي هنا في الدي دي عادي خالص أقول له بوردر. جميل. كولابس. يعني إيه بقى كولابس؟ يعني اعمل لي دمج. تمام. تمام، فأنا لما أجي أعمل هنا ريلود هلاقي إيه اللي حصل؟ ولا أي حاجة حصلت. طب ليه ولا أي حاجة حصلت؟ مش أنا قايله هنا في التي دي اعملي ليها كولابس؟ طب ليه مفيش أي حاجة اتغيرت؟ لأنه قال لك والله هل الكولابس ده أنا بطبقه على التي دي، يعني أنا عايز أخلي التي دي نفسها كولابس. طب الكولابس بتاع التي دي هيبقى مع إيه؟ مع تي دي ثانية. فدي أصلا لوحدها ودي لوحدها، يعني دول كده حاليا ما بربطهمش أي حاجة. فأنا دلوقتي بقول له تعامل مع دي لوحدها ودي لوحدها، أعمل دي كولابس لوحدها ودي كولابس لوحدها. طب هيعمل لها كولابس مع إيه؟ طب لو أنا مثلا جيت هنا بدل ما أقول للتي دي قلت والله للتيبل، عندي التيبل هو الكولابس، فايه اللي هيحصل هنا؟ اللي حصل هنا انه دمج العناصر اللي فيه مع بعض. ليه؟ لان والله العنصر دوت جوه التيبل، العنصر ده برضه جوه التيبل. فانا لما اقول اعمل كولابس للتيبل كله، فالتيبل عارف عناصره بيدمج الصفوف اللي جنب بعضها مع بعض. انا دلوقتي بدل ما كانوا خطين ورا بعض، جميل، بقوا ايه؟ بقوا عباره عن خط واحد. جميل جميل. ممكن طبعا استبدل ده ان انا اكتبها هنا على طول. نحاول على قد ما نقدر نطلع اخطاء واحنا بنشتغل، علشان يعني هو ده ما تقابلكش ايرورز كتير وانت شغال لوحدك. وانت شغال لوحدك اغلب الايرورز اللي هتقابلك تكون فعلا قابلتك وانت بتتفرج على الفيديو. جميل جميل. فزي ما احنا وضحنا هنا كده ان دي حاجه اقدر استعملها ايه للتيبل كله. طب تعالى مثلا نخلي ده اتش 1. حلو حلو، زي ما اتعاملنا المثال اللي فات بالظبط. وانا هنا عايز مثلا اخلي في الاتش 1 دوت عادي خالص، انا ممكن اخلي له بوردر عادي جدا، ما فيهاش اي مشكله. وهنفهم دلوقتي اصلا ايه يعني ايه بوردر ويعني ايه مارجن ويعني ايه بادنج ويعني ايه كل الحاجات دي. وعايز مثلا اخلي له الكالر بتاعه يكون مثلا ايه اكوا، او اللون ده. جميل جميل. طيب هشيل بقى كل الكلام دوت واستبدله كله بايه؟ ان انا اقول له والله اتش 1. طيب اتش 1 هنا ايه؟ تكست، اقول له اتش 1 تكست. هل انا هنا بقى باجي اعمل اي حاجه في التاج دي، ولا خلاص انا معرف التاج دي فوق ومعرف اللي انا هعمله؟ هتقولي لا والله خلاص انا معرف التاج دي فوق ومعرف اللي انا هعمله. طيب فلما نيجي نعمل هنا ريلود هنلاقي والله ان التكست دي لوحدها. جميل فعلا. تعالى بس نرجع للحجم الطبيعي، لان احنا كنا عاملين زوم من شويه. جميل. طيب فهلاقي هنا والله خلاص ان هو غير كله، عكس لما انا كنت بعمل انلاين لا كان بيغير العنصر ده بس. هتقول لي جميل، انا كده حليت مشكله كبيره. بس لو تفتكر في حاجه تانية، احنا قلنا احنا ده كله احنا بنشتغل على الويب سايت. الويب سايت عباره عن ويب بيجز، كل بيج في دوكيمنت لوحدها، في اندكس لوحدها، ب HTML فايل لوحدها. انا دلوقتي لو عرفت الستايل ده هنا، وعندي مثلا الويب سايت بتاعي بيتكون من اكتر من صفحه، هل انا كده مطالب ان انا اخد الصفحه ديت، الكلام اللي انا عملته هنا في الستايل، اعرفه في الفايل ده واروح اعرفه في الفايل بتاع الصفحه التانية والفايل بتاع الصفحه التالتة والفايل بتاع الصفحه الرابعه وهكذا؟ ولا في طريقه تانية؟ قال لك لا والله عندنا طريقه تانية. ايه هي بقى الطريقه التانية دي؟ اللي هي الاكسترنال فايل. الاكسترنال فايل ده معناه ايه؟ والله معناه ان انا باجي هنا اعمل فايل في اي مكان. تعالى مثلا هنا نعمل ايه؟ نعمل هنا والله فايل نسميه عذرا احنا عايزين الفايل يبقى هنا، هسميه مثلا ستايل. مثلا ايه ستايل دوت سي اس اس. انا عرفته ايه؟ خلي بالك انا هكتب لك هنا كده ايه؟ كود سي اس اس. طبعا احنا للاسف هنا عملنا ايه؟ ماشي، من هعمل ستايل بدل ما كريت فولدر فايل كريت فولدر بس مش اكتر. واجي هنا اعمل ايه؟ اكتب هنا والله الكود بتاعي اللي انا عايزه. انا عايز والله مثلا هنا في الاتش 1 اخليه ايه؟ اخليه يكون البوردر بتاعه، خلينا مثلا الكلر بتاعه يكون ايه؟ يكون الفونت سايز او الفونت فاميلي مثلا يكون كده، يعني اي حاجه بس احنا بنكتبها دلوقتي عشان نوضح الفكره.
جميل جميل. لو انا جيت هنا بقى ايه، لو نيت البرنامج بتاعي طبعا ما فيش اي حاجه هتظهر لي. طب ليه ما فيش اي حاجه هتحصل لي او هيظهر لي بالشكل الطبيعي بتاعه؟ لان انا هنا ما عرفتوش. انا والله عملت كود سي اس اس في حته تانية. هل انا قلت له فين الحته ديت؟ هل انا قلت له روح هات حاجه من الحته ديت؟ هل انا قلت له جبت له سيرتها اصلا؟ هتقول لي لا، انا ولا جبت له سيرتها ولا قلت له عليها ولا جيت يمتها اصلا. طيب فانا دلوقتي عايز والله اعمل ايه؟ عايز والله اندل الحته ديت. فاقول له ايه بقى؟ هاجي هنا اقول له ستايل. جميل جميل. اسف سوري، لينك. عذرا. بقول له ايه، خلي بالك انا كده هجيب لينك من بره. هو خد باي ديفولت الريل بتاعه ستايل شيت ومستني الاتش ريفرنس. الريفرنس بتاع اللي هيجيب منه الشيت ده فين؟ الشيت ده والله موجود في فولدر اسمه ستايل. هيلاقي فيه فايل اسمه ستايل دوت ايه دوت سي اس اس. الفايل ده بقى انا اقدر استعمله في الصفحه دي بس، ولا لو انا عندي 100 صفحه اقدر استعمله في ال 100 صفحه بتوعي؟ هتقول لي لا عادي خالص اقدر استعمله في ال 100 صفحه بتوعي. جميل جميل. فجرى ان هنا فعلا اول ما انا عملت انكلود للفايل، إيه اللي حصل؟ شكل الكلام اتغير. جميل جميل. هل احنا وقفنا لحد هنا؟ قال لك لا، ده في بقى حاجات ايه، شويه حاجات تانية برضو بتساعدني. طبعا هنا هتلاقي في هنا صفحه بتوضح لك الانترنال والانلاين والاكسترنال، بتوضح لك كل واحده فيهم بتشتغل ازاي وايه ومثال عليها. جميل جميل. بيقول لك بقى السي اس اس بوكس موديل دوت هو يعني السي اس اس بيحتوي عليه، بيحتوي على الكونتنت والبادنج والبوردر والمارجن. تعالوا بقى دلوقتي نحاول نفهم يعني ايه المصطلحات دي، يعني ايه المارجن ويعني ايه البوردر ويعني ايه البادنج. جميل. طبعا عارفين الكونتنت الحاجه اللي بتتعرض، فانا عايز اعرف ايه بقى الحاجات دي. حلو حلو. انا دلوقتي مثلا فين الكود بتاعي؟ عندي التكست دوت، عايز والله اعرض البوردر بتاعه. فاحنا قلنا ان البوردر بتاعه هو ايه؟ هو الحدود بتاعته. جميل جميل. فعلا ده حدود العنصر بتاعي، دي الحدود بتاعته. حلو حلو. طيب انا بقى لو عايز اعمل ايه؟ لو انا عايز ابعد الحدود دي عن بعضها، يعني انا عايز اخلي مسافة فوق الحد دوت او جنبه على اليمين او على الشمال او في اي منطقة محدش يقدر يقرب منها، ده يبقى اسمه ايه؟ ده يبقى اسمه مارجن. جميل جميل. هديله هنا مارجن مثلا ايه، 30 او 50 بكسل. ايه اللي حصل؟ لقيت والله ان الحد قام باعد عن هنا، بعد عن هنا بمقدار 50 بكسل، وبعد عن اللي تحت بمقدار 50 بكسل، وبعد عن اللي فوق بمقدار 50 بكسل، وبعد عن اللي في اليمين بمقدار 50 بكسل، وبعد عن كل حته بمقدار 50 بكسل. حلو حلو. يبقى كده المارجن بيبقى المسافه بين الحد والخارج والحاجات اللي بره، الحاجات اللي انا ماليش اي علاقه بيها. طيب الحد ده اللي هو البوردر، يعني المارجن المسافه بين البوردر والحاجات اللي بره. طيب والبوردر قلنا الحد الاساسي بتاعي. طيب ايه البادنج بقى؟ البادنج والله انا لو جيت هنا اديته بادنج، اديته مثلا برضه 50 بكسل، دي تبقى المسافه بين الكونتنت بتاعي والبوردر. انا بقول له والله سيب مسافه ما بينك وما بين الحد بتاعك. جميل جميل. يعني احنا كده فهمنا ان انت عندك اول حاجه عندك المارجن ده المسافه اللي ما بين البوردر بتاعك والحدود الخارجيه، الحاجات اللي بره اللي مالكش علاقه بيها. البوردر ده الحد بتاعك. طب البادنج المسافه اللي بينك وبين حدودك. حلو حلو. دي طبعا تاجز في ال HTML بتساعدني جدا وانا بكريت CSS او بكريت ويب بيج. لازم استعملهم مع ال CSS. جميل. هنشوف دلوقتي بنستعملهم ازاي. اول حاجه مثلا عندي حاجه اسمها سبان. السبان دي بتساعدني في ايه؟ السبان دي والله بتساعدني، تعالى كده بس ايه، نيجي هنا. تعالى مثلا هنا نقول تكست هير تكست. يعني انا بكتب اي كلام عشان بس اوضح بيه الفكره مش اكتر. انا والله عايز الكلام كله يظهر عادي بالشكل دوت، بس انا عايز كلمه الهير اللي في النص دي تظهر بلون مختلف مثلا. فاعملها ازاي؟ يبقى انا اجي هنا اعمل سبان. جميل. يعني ايه بقى سبان؟ يعني انا اقول له افصل لي الكلمه دي عن باقي الكلام. الكلمه دي هتتعامل معامله مختلفه. فانا لما اجي اعمل هنا ده كده واعمل رن عادي جدا، ما فيش اي حاجه اتغيرت. ليه؟ لان انا قلت له افصلها لي بس. انا قلت له اعمل لي ايه فيها مختلف؟ لا، انا قلت له افصلها لي بس هخليك تعمل فيها حاجات مختلفه عن باقي الكلام. واجي هنا مثلا اقول له ستايل كلر بلاك مثلا. فهلاقي هاخد بالي من ايه بقى؟ هاخد بالي والله ان الكلام كله بقى بالازرق عادي خالص او بالاكوا او باللون دوت، ما عدا الحته اللي انا عامل ليها سبان بكلر مختلف هي اللي ظاهره لي بلون اسود.
جميل جميل. يبقى انا كده فهمت ان الاسبان عندي مهمتها انها تفصل لي عنصر معين، يخليه اتعامل معاه على انه او اديله شكل مختلف عن شكل باقي العناصر اللي حواليه. جميل جميل. بعد كده عندي حاجه اسمها الديف. الديف دي بتعمل ايه؟ والديف دي هي الاكثر انتشارا. جميل. تعالى بس النهارده كده الكلام. الديف دي والله بيقول لك انا ببقى عايز اعمل ايه، شويه عناصر مع بعض، تمام، اديهم شكل معين، شويه عناصر مختلفين يعني مش من نفس النوع. حلو. يعني ايه الكلام دوت؟ يعني انا مثلا هديك اتش 1، حلو، وهديك مثلا بي، وهديك والله اتش 3. عايز كل الكلام ده مثلا يبقى في نص الشاشه. فهل انا بقى مضطر اروح في الاتش 1 اقوم قايل لها خليك في نص الشاشه الاين تكست سنتر، والبي اقول له الاين تكست سنتر او تكست الاين سنتر، والاتش 3 اقول له تكست الاين سنتر؟ ولا انا ممكن اجي هنا مثلا اقول له ايه، اعمل ديف. جميل. نمسح بقى كل الكلام دوت. هعمل هنا ديف. الديف دوت لازم ياخد كلاس. الكلاس ده هتسميه ايه؟ الحاجات اللي انت عايز تغير عليها دي هتسميها ايه؟ وهسميه مثلا جروب. انا بسميه اي حاجه دلوقتي بس ايه، للتوضيح مش اكتر. جميل جميل. اقول له والله هنا عندك اتش 1، تمام. الاتش 1 دوت هتكتب لي فيه مثلا تكست. على طب نمسح برضو الكلام اللي ده عشان ما نأثرش في حاجه. عندك اتش 2 برضو عادي جدا. اتش 3 تكست برضو. طبعا انا لو جيت غيرت في التاج بتاع الاتش 1 او عديته اي ستايل مش هيأثر ولا في الاتش 2 ولا في الاتش 3. يعني انا ممكن اجي هنا مثلا اقول له ستايل، يجي لي ايه؟ والله خلي لي ستايل تكست لاين سنتر. فعلا الكلام هيتسنتر، بس باقي الكلام ليه علاقه؟ باقي الكلام ما حسش بالموضوع ولا شافه اصلا. طب انا عشان بقى احل المشكله دي اعمل ايه؟ فهو انا بيقول لك والله مش انت عملت كلاس اسمه جروب؟ اه. طب ايه رايك تقول له الاين تكست ديت للجروب كله؟ يعني تدي هنا للجروب ده نفسه. جميل. هديله مثلا ستايل، اقول له والله الستايل ده تكست لاين سنتر. فانا بدي كده للدفايه كلها. ولما اجي اعمل هنا ريلود هلاقي ان كل اي حاجه جوه الدفايه بقت فعلا في النص. طيب هل انا لازم اعمله اونلاين؟ لا عادي خالص. انت ممكن تعمله ممكن تعمله اظن تعمله هنا ككلاس. بنعمل دوت، ما طالما عندي كلاس مختلف يعني مش تاج عندي، فانا بقول له دوت جروب، دوت نقطه عادي خالص واسم الكلاس بتاعي. انت عايز ايه في الجروب دوت؟ عايز والله الجروب دوت تكست اونلاين بتاعه يكون ايه؟ يكون سنتر. نيجي نعمل سيف هنا وسيف هنا. طبعا هنا الفكره كلها ان انا هنا ايه، مسحت اسم الكلاس بالغلط. هتلاقي فعلا ان الكلاس اللي اسمه جروب او الديفايه اللي اسم اللي واخده كلاس جروب، كل الكلام اللي فيها اتحول للسنتر. جميل جميل. ودي اكثر الحاجات استعمالا. آه طبعا لحد كده احنا لسه ما خلصناش. عندك بقى اخر حاجه هنقولها في الفيديو بتاعنا بتاع النهارده، وهي ال HTML اي فريمز. ايه ال HTML اي فريمز ديت او بتستعملها ازاي؟ هي الفكره كلها ان انا دلوقتي مثلا عندي صفحه، جميل، معروضه بالشكل دوت، فيها كونتنت بتاعها وكل حاجه. انا عايز اعرض جوه الصفحه دي صفحه تانية بالكونتنت بتاعها برضو. فبعمل ايه؟ بعمل والله الاي فريم، واقول له السورس، ادي له السورس والتايتل بتاعها. ادي خالص بقول له المكان اللي متخزن فيه كود ال HTML للاي فريم ديت، جميل، والتايتل بتاعها. وممكن عادي اديها ستايل ويتس وهايت وكل الحاجات الجميله دي. جميل جميل. طبعا زي ما احنا واخدين بالنا ده مش شرح مفصل للسي اس اس. جميل. هو العبارة عن كلها ده زي مقدمة للسي اس اس، ان انت بعد الفيديو دوت لو حاولت انك تذاكر السي اس اس فان شاء الله ربنا يكرمك وتبقى فاهم انت بتذاكر ايه. جميل. يبقى دي زي مقدمة للسي اس اس، ده اللي انت لو خدت المجال ده كتخصص ليك فان شاء الله هتبقى انت فاهم ايه هي السي اس اس. او لو شفت كود سي اس اس من غير ما انت تذاكر السي اس اس، لو شفت كود تبقى فاهم الكود ده بيعمل ايه. تمام تمام. لحد هنا تكون نهاية الفيديو بتاعنا يا باشمهندسين. نتقابل الفيديو جاي ان شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.